اوبا، بنبوظ الدايت يا دكتورة. باكل بلح الشام بالشوكليت. وايه الدواء ده اورليستات صح؟ عشان يعني اكل ومقلي ودسم وكده. وليه اخترت الاورليستات بالذات يا دكتور؟ مادة الأورليستات بتقلل من امتصاص تلت دهون الوجبة تقريبا، عن طريق انها بتقلل تكوين الانزيمات الهاضمة للدهون، والجسم بيعرف يتخلص من تلت الدهون دي في التويلت. طب اخبارك ايه مع المرارة؟ واخبارك اكيد طبعا مش محتاج اقول لك انك حضرتك مش حامل ولا بترضعي. وحاجة مهمة، اخبار التويلت ايه بقى؟ طمنيني. ايوه يا دكتور ما تقلقش، مشكلته بس انه بيعمل اويل سبوتنج، يعني تقريبا بعد ما تاخده بيوم بتفضل تلاقي بقع دهون في التويلت، والدهون دي كمان ممكن تطلع حتى مع الغازات، والاويل سبوتنج ده ممكن يستمر يوم يومين كده يعني، وبعض الناس ممكن يسبب لهم اسهال. وكمان الاورليستات ممنوع او لا يفضل ان حد مريض غدة بياخده، وكمان لو حد بياخد دواء زي ساكسيندا او اوزامبيك، وكمان لو حد عنده اصلا نقص فيتامين دي فهو مش ناقص. ومع الاستخدام المستمر لفترات طويلة بيقلل من امتصاص الفيتامينات اللي بتدوب في محيط دهني، زي فيتامين كي واي ودي واي. دايما بفضل لو حد طبيعه اكله فيها دهون اخد الاورليستات، وبلس كمان انا بفضل ناخد معاها مالتي فيتامينز، عشان برضو احاول اظبط موضوع الفات سوليبل فيتامينز اللي بنسبه كبيره بيحصل فيها نقص نتيجه لعدم امتصاصها. معك حق والله يا دكتور.